بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة إيمي بدر. برحب بكل المشتركين عندي على القناة وبرحب بالمشتركين الجداد. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله نعمل مع بعض كفتة الحاتي بطريقة مختلفة، بإضافة مكونات لسه أول مرة يعني أعملها بيها. إن شاء الله بإذن الله تعجبكم بالطريقة، طالعة تحفة. زي ما احنا شايفين صباع الكفتة ما بيكشش قوي، يعني يعتبر ما كاشش كمان. ان شاء الله نتابع كل حاجة في الفيديو بإذن الله. اتمنى ان الطريقة تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. هنبدأ كده نسمي الله ونشوف مع بعض المكونات الوصفة. معايا نص كيلو من اللحم المفروم، في نسبة من الدسم، 3 بصلات كبار و3 فص ثوم كبار، بقدونس مفروم وبياض بيضة، معلقتين كبار من النشا. التوابل معايا ملح، فلفل اسمر، بهارات لحمة وبابريكا، وخلطة توابل كنور خلطة الكفتة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. دي مقادير الوصفة، لكن انا حبيت ان انا كمان اكمل عليها، اضيف لها نص كوباية من البرغل، ونقعتها في المية كده زي ما احنا شايفين لمدة تلت ساعة. بس بعد كده ببدأ ان انا بضرب البصل، بضيف عليه التوابل علشان بس البصل والثوم، وبضيف عليه كمان التوابل، وادي كمان معلقتين كبار من خلطة الكفتة. بكتفي بمعلقتين بس مش اكتر من كده. بس بضربهم كويس جدا بس عشان اتاكد ان البصل يتشرب التوابل كلها. اما اجي احطها على اللحمه اضمن انها تتوزع بطريقه مظبوطه، وكل اللحمه معايا واخده التوابل مظبوطه. بس بضيف هنا بقى البياض البيضة، بعد كده النشا والبيكنج باودر. بضيف المكونات كلها وابدأ ان انا اقلبها كده كويس، بدخل كل ده في بعضه. ببدأ بعد كده بصفي البرغل كويس من المية، وببدأ ان انا اضيفه على خليط الكفتة. ببدأ بعد كده ان انا بقى خلاص بقى كده بدخل المكونات كويس. بس المعلقة دي مش هتنفع بقى، لازم نستخدم ايدينا في الخطوة دي. بدأت ان انا اخلطها كويس كده، وبدأت اضيف البقدونس. هعجن تاني برضو علشان بس نحصل على ان هي تبقى مسمخة اللحم مع بعض زي ما احنا شايفين كده اهي. حبيت ان انا اجرب يعني، فلقيتها تمام ما فيهاش اي حاجة. عملت تجويف كده بين اللحمة، وبدأت ان انا احط في النص كده فحمية، عشان بس بحب ادخن اللحمة قبل كمان ما اشكلها. هنا بقى طماطمية مبشورة وعليها مية بصل، بشرت بصلاية برضو صغيرة كده، واخدت المية بتاعتها بس. احط لها ملح، فلفل اسمر، بقلبهم كويس كده، وببدأ ان انا اشكل صوابع الكفتة بتاعتي. طبعا دي شوكة عندي كده خشب، فبحب ان انا اشكل عليها صوابع الكفتة بتاعتي. بس ببدأ ان انا زي ما احنا شايفين كده متماسكة ما بتقعش، ويعني مية مية. بس ببدأ ان انا بصبع كده، وابدأ ان انا احط لها الخليط بتاع البصل والطماطم عشان بس يديها لون وطعم جميل قوي. خلصت الكمية كلها اهيت. ابدأ بقى ان انا احطها في الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص. بس بتطلع معايا بالمنظر ده زي الفل اهي، جميلة جدا، ويعتبر ما كشتش خالص. لو احنا ملاحظين العلامات بتاعة الصينية هنلاقي الكفتة ما كشتش اصلا. طبعا البيكنج باودر زي ما احنا شايفين كده مساعد برضو على انها تكون منتفخة كده يعني مليانة. والنشا طبعا اول مرة اعمل الطريقة دي، عملتها مرة قبل كده بس دي اول مرة على القناة، علشان بس هي عجبتني بصراحة. لما عملتها قلت اجرب الاول فعجبتني، فحبيت ان انا انفذها كده زي ما احنا شايفين عندي على القناة، عشان الكل باذن الله يعرف الطريقة. طبعا الطريقة انا كنت جبتها من على اليوتيوب، يعني كانت حد من الامارات على اليوتيوب عاملها، فعجبتني. طبعا كلنا بنتعلم من بعض يعني، ومفيش اي مشكلة خالص. الوصفة الحلوة ليها انها تكسب. بس قدمتها مع رقاق كده بالمنظر ده، وكمان مع المكرونة البشاميل.
بس لكن الطريقة جميلة أوي، أتمنى إنها تعجبكم بإذن الله، وأتمنى لو أول مرة حضرتِك تتابعي القناة تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد، أشكركم لحسن متابعتكم.